اليوم البنات ما نخلي حتى وحده رقيقه، راها غادي تشكريني على هذه الوصفه. اي وحده ضعيفه غادي دير هذه الوصفه، تبارك الله كتليق الكبار الصغار الاطفال. وصفه كتبرز المناطق الانثويه. غير بغيت منكم الباقطاج حبيباتي، راها كتصفي الوجه، كدير الحنيكات والخدود. راها وصفه فعاله فعاله باذن الله، راها كتفتح الشهيه ما شاء الله. اش نقول لكم، راها كتورد لك الوجيه ديالك، كتنور لك الوجه ديالك. ديريها ان شاء الله، حنا مقبلين على العيد الاضحى وغادي تشوفي النتيجه ديالها. راه ما غيجي العيد حتى تلقاي راسك ما شاء الله درتي حنيكات، زدتي في الوزن. ايوا ما نطولش عليكم، وعلى بركه الله. بسم الله على بركه الله. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حتى نتوما صلوا على نبينا في التعليقات باش يكون ليا ولكم الاجر كذلك. ونبداو على بركه الله. المشروب اللي غنشارك معكم البنات، بالنسبه للبنات اللي كيقولوا لنا مازالت ضعيفات وما زادوش في الوزن، غادي تزادي في الوزن ان شاء الله من هنا العيد اذا داومتي على هذا المشروب. هذا المشروب باش نقول لكم البنات، مشروب زوين زوين زوين. غتشربيه على المدار اليوم، غتشربيه في مكان ديال الماء كيما يجيك عطش تشربيه وغادي تشوفي النتيجه. خصوصا البنات اللي ما عندهمش الشهيه ما تياكلوش، ولا ما كلتيش طبعا ما غتزاديش في الوزن. هذا المشروب راه كيفتح الشهيه، وايضا كيضخم لينا المناطق الانثويه ما شاء الله. كيعطينا واحد الفعاليه زوينه زوينه زوينه، والنتيجه ديالته سريعه، وفيه 3 المكونات وعلى بركه الله. اول مكون حبيباتي هو حبه حلاوه. حبة حلاوة زوينة، ديما كنشكر لكم حبة حلاوة. حبة حلاوة رائعة جدا جدا. بالنسبه لحبه حلاوه ممنوع على الرجال، بزاف ديال الرجال كيبغيو الوصفه لزياده الوزن. هاد حبه حلاوه ما تليقش لكم، لانها كتبرز المناطق الانثويه، كتليق فقط النساء اللي باغيين يبرزوا المناطق. والمكون الثاني هي البذور الحلبة. بذور الحلبة وما أدراك ما البذور الحلبة، راها صيدلية متنقلة، وديما كنشكركم في البذور الحلبة لأنها كتعمل على الفتح الشهية، كتعمل على كتنقينا من السموم اللي في الجسم، وأيضا تصفية البشرة. رائعة البذور الحلبة. والبذور الحلبة اللي كيخافوا من الريحة ديالها، راها مع الحبة حلاوة إن شاء الله وغنديرو في هذا المشروب ما تحسيش بالمذاق ديال الحلبة نهائيا. وثاني حاجه راها كتخرج مع الجسم، راه ما كتبقاش. والمكون الثالث هو النافع. النافع زوين زوين زوين. النافع راه زوين بالنسبه اللي عندها الغازات، بالنسبه اللي عندها انتفاخ، راها واعر. هذا النافع زوين بحال هذا النافع والحبه حلاوه، ديروهم في المخبوزات ديالكم، ديروهم في الاكل ديالكم، راه زوين زوين، وتاكلوهم بحال هكاك راه مزيانين. اش نقول لكم، راه هذا المشروب اللي نعطي لكم زوين زوين، وكيليق حتى الناس اللي كيعانيو من النحافه، اللي عندهم السكر، كيعانيو من النحافه وبغا يتزادوا في الوزن. هاد الوصفه تليق لكم مزيانه. اما بالنسبه للناس اللي ما عندوش مشكل هذا السكر وبغا يزيدوا واحد المكون ديال العنب المجفف بالزبيب، ممكن تزيدوا لو بغيتو تعطيكم نتيجه سريعه. اما هاد الوصفه كتليق لاصحاب السكري واللي ما عندوش السكر. زوينه 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 بزاف. ودابا ما نطولش عليكم، نبداو نحضروا المشروب مع بعض. بركه الله حبيباتي، غنجيب واحد القنينه ديال الزجاج ديما كنستعملها. هذه قنينه ديال الزجاج، ها هي اللي غادي نستعمل فيها المكونات. طبعا قرعه ديال الزجاج ماشي بلاستيك، لان غادي نديرو الماء مغلي، ما يليقش ديروه في البلاستيك نهائيا. وحتى ان الزجاج يعني محافظ على المشروب اللي غادي تشربيه ان شاء الله. وغادي نبداو نصايب هاد المكونات. اولا نغسلوهم، بعدا غادي نوضع كل مكون ملعقه كبيره. بحال دابا هذه حبه حلاوه غندير فيها ملعقه كبيره، النافع كذلك ملعقه كبيره، والبذور ديال الحلبه غنديروا ايضا ملعقه كبيره. وغادي قبل ما غادي نديروا الماء المغلي غادي نمشيو نغسلوهم. اول حاجه نغسلوهم مزيان مزيان ورجع معك حبيباتي. راني غسلتهم. اول حاجه طبعا غتنقيوهم من الاحجار، تغربلوهم من اطريبه وتغسلوهم مزيان مزيان. وفي هذه المرحله كتكونوا طيبتوا الماء يكون مغلي، بحال غتعمري اتاي صافي، وكديري الماء قياس ديال لتر ديال الماء. انا هاد القرعه كتهز ليا نصف لتر، بغيت نحضر معكم في هاد الوصفه. نتوما غادي ديروا لتر ديال الماء يكون مغلي طيب مزيان مزيان. علاش قلت لكم ديروا قرعه ديال الزاج صافي. وكنقفلوا على القرعه ديالنا باش ما يضيعوش لنا الزيوت الطياره كيف كتشوفوا صافي. ومن بعد غادي يكون عندنا هذا المشروب واجد واجد زوين 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 ان شاء الله.
دابا امتى غادي نحضروا هذا المشروب؟ حيت خاصو ينقع على الاقل. خاصكم تنقعوه 3 سوايع حتى 4 سوايع باش يطلق لينا هذوك المنافع ديال الحلبه وديال حبه حلاوه والنافع. او تقدروا ديروه بالليل وتخليوه تنقع الليله كامله، في الصباح كتلقاو صافي برد تماما، كيتولي هذوك البذور اللي كتكون في هذا الفوق مع كتنقع لمده ليله كامله، كتهبط كامله وكتزاد اللون كينصاح مزيان وكيولي لنا الماء صافي. هذيك الساعه غادي تولي تشربي حبيباتي، ممكن تصفي وتشربي او تشربي كما هو. يعني تقدري واخا تجيك شي حبيبات كتشربي وتجيك شي حبيبه ديال حبه حلاوه ولا ديال الحلبه ولا ديال النافع تاكليهم عادي كيتكالوا. راه كناكلوهم كنديروهم في المخبوزات كنديرو يعني كيما بغيتي. بغيتي تصفي صفي، بغيتي تشربي شربي بحال هكا. راه وصفه زوينه كما قلت لكم. حبه الحلاوه ممنوع على الرجال لانها كتضخم المناطق الانثويه، وبالنسبه حبيباتي النافع كيزيد الهرمون الحليب، يعني مزيان المرضعات. كيليق لكم هذا المشروب، وطبعا كيليق مزيان لفتح الشهيه. والوصفه كتليق ايضا الناس اللي كيعانيو من السكري والناس اللي ما تيعانيوش. راه وصفه لكم كاملين جميع الاعمار، اطفال كبار. راها وصفه زوينه ورائعه جدا. دابا ندوزو للمرحله امتى غادي نتناولوا هذا المشروب. وما تنساوش حبيباتي لايك للفيديو والبارطاج باش كلشي يستافد باذن الله. حبيباتي ما كنقعوه وكيصافي كيولي لينا بحال هكا صافي، غادي نوليو نشربوه في المكان ديال الماء، يعني المدار اليوم كيما ندورو نشربو، نكبو لينا كويس ونشربو. ما يهمش قبل الاكل ولا بعد الاكل، اي وقت بغيتي تشربيه شربي وتتكملي ليا هذاك اللتر ديال الماء في اليوم ديالك صافي. وغادي تزيدي ديري ليا المشروب جديد. بالنسبه اليوم الثاني ديري مشروب جديد. البذور ما نرميوهاش لا والو، نزيدو نطيبوا الماء جديد ونضيفو على هاد البذور ونزيدو كنا درنا ملعقه، نزيدو حنا ملعقه صغيره من كل مكون صافي ونقعوه نفس الطريقه ونبداو نداوموا عليه. راه اش نقول لكم، من الاسبوع الاول كتلاحظوا الفرق كتلاحظوا الفرق. اول حاجه اللي كتلاحظوها هي الشهيه، كتولي تاكلي اللي جا قدامك تاكلي، وان شاء الله غادي تشوفي كيفاش غادي يكون واحد الفرق في زياده الوزن ديالك. ما شاء الله. الحنيكات ما تنساوش، راه هذا المشروب كيبرز لينا الحنيكات، الخدود كيوردهم، كيكبر الصدر، كيكبر المؤخره. راه زوين وبدون كرش، لانه كيحيد الغازات وكيحارب الانتفاخات. هذا المشروب رائع جدا. راني فايته درتو في القناه ونال الاستحسان بزاف ديال المتتبعات ديالي، وقلت نعاودوا لكم خصوصا حنا مقبلين على العيد الاضحى وبغينا نلبسوا بحال هكا اللباس زوين تقليدي اللي نبانوا فيه في الجسم ديالنا، وقلت ندير لكم هذا المشروب. هذه الوصفه ديالي لزياده الوزن زوينه بزاف. كنشكركم على المتابعه والمشاهده. ما تنسوش حبيباتي الدعم القناه بلايك، مشاركه الوصفه مع الاصحاب والمعارف باش تعم الفائده على الجميع. ونشوفكم في فيديو الجاي. انتظروني وديروا الجرس لان غنعطيكم واحد الوصفات زوينه اللي غتنفعكم باذن الله. ومع السلامه.